تعالوا نعمل مع بعض العروسة الجميلة دي. عروسة بسيطة وطريقتها سهلة، ما تنسوش لايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. وتعالوا نشوف سوا الخامات ايه. دي الخامات اللي استخدمناها، هسيبها لكم كلها بالتفصيل في الديسكريبشن بوكس. دلوقتي هجيب عندي الكرتونة اللي طولها 10 سنتي. هجيب فتلة من خيوط السيرما اقصها بطول 40 سنتي. مش لازم خيط سيرما، اي خيط متوفر عندك هتستخدميه عادي جدا. هنثبت الخيط في الكرتونة بالشكل ده. بعد كده هنجيب خيط القطن بتاعنا اللي هو لون الفستان او لون جسم العروسة، هنلفه على الكرتونة بالطريقة دي. انا الخيط بتاعي لفيته 90 لفة علشان فتلة الخيط بتاعي مش سميكة، عشان يديني كمان كثافة مناسبة للفستان او للجسم تبقى شكلها مناسب. بعد كده هنقص الخيط ونخرجه بالراحة من على الكرتونة، واحنا طبعا ماسكين خيط السرم عشان يبقى حاكم بقية الخيوط. بعد كده هنعقد خيط السرم ده، هنلفه نعمله عقدتين او نعمله ربطتين عشان يبقى ماسك الخيط وحاكمه كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم. بعد ما اخلص هجيب المقص بتاعي واجيب النص الخيوط بتاعتي عشان اقص الخيوط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتأكد ان انا قصيت كل الخيوط وان كله تمام. بعد كده هجيب الفرشة بتاعتي او المشط اسرح بيها الخيوط او الفستان بتاعي عشان تبقى مظبوطة ومتساوية، وكمان عشان اشوف الخيوط طولها متساوي ولا لا. بعد ما اخلص تسريح فيها هجيب المقص، زي ما انتم شايفين فيه خيوط طويلة وخيوط قصيرة، هنقص كل الخيوط الطويلة ونسويها بحيث يبقى طول المناسب عندك. بعد كده هجيب الكرتونة 8 سنتي واقص فتلة 20 سنتي واثبتها برضو بالشكل ده. دلوقتي انا هستخدم للشعر عشان اعمله كيرلي هستخدم خيط مكرمية. تقدري تستخدمي اي خيط عندك. هنعمله بنفس الطريقة اللي عملنا بيها الفستان، وبعد ما نقصه ونظبط كل حاجة، الفرق ان انا عندي خيط المكرمية بيبقى مجدول كده او ملفوف في بعضه، فانا هلفه علشان يبقى مفكوك ويديني شكل الكيرلي للشعر. لو انتي عايزة تعملي الشعر عادي استخدمي خيط قطن مش خيط مكرمية. برضو اما اخلص بعد ما افك الشعر كله هسوي الطروف عشان تبقى طولها مناسب، يبقى طول متساوي. بعد كده هجيب الخرزة الخشب بتاعتي وادخل فيها خيط السرمة بالشكل ده علشان تبقى هي دي راس العروسة معانا. بعد ما ادخلها بالطريقة دي هجيب الشعر بتاعي من النص بتاعه بالظبط عشان اربطه بخيط السرمة يبقى في الراس، وهو ده الشعر بتاعنا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنربطه بالطريقة دي وبرضو نحاول نثبته جامد ونبقى حاكمين ايدينا ونثبته، نعمل عقدتين عشان تبقى جامدة بالطريقة دي. كده خلاص انا خلصت الشعر وربطته جامد. الفتلة الباقية دي هي اللي هنعلق منها العروسة، هنعقدها عشان تبقى مقفولة عندنا ونعلقها منها. كده خلاص هنعمل ايد. هنجيب فتلة من خيط السلسلة طولها 15 سنتي ونقسم الفستان او الخيط بالنص ونسرحه كده. هنجيب مسدس الشمع ونحط نقطة الشمع في النص. خلي بالنا عشان سخن قوي لما نحط الايد بتاعتنا او الحبل بتاعنا هيكون سخن قوي، نضغط عليه باي حاجة بالطريقة دي. وبعد كده نحط الفستان تاني ونسرحه بالمشط ونسويه. دلوقتي الحزام بخيط السرمة او اي خيط فتلة طويلة، هنعمل زي كأنك بتعملي يو او هوك للخيط وتحطي الفتلة دي على الفستان وبصبعك الكبير تضغطي عليها، هيبقى عندك زي دايرة من تحت وفتلة من فوق. هتلفي الخيط يبقى متقاطع ما بين الدايرة والفتلة دي، تلفي لغاية ما الفتلة تخلص عندك. هندخل اخر طرف في الفتلة دي في الأو بتاعتنا او الدايرة ونشد بالفتلة اللي كانت فوق. كده الحزام جاهز عندنا وبقى كله تمام. هنعمل برضو الرجلين بنفس الطريقة، نجيب النص بتاع الفستان ونسرحه بالشكل ده. هجيب فتلة طولها 30 سنتي واربطها برضو من على الطرف واللحها بالولاعة عشان ما تفكش. احط نقطة شمع في النص واحط الرجلين زي ما عملنا في الايدين بالظبط بالشكل ده. بعد كده برضو هقفل الخيط تاني عليها او الفستان واسويه بالفرشة. كده العروسة بتاعتنا جاهزة خلاص، ايديها ورجلها جاهزة. الملامح بألوان اكليريك انا عندي جبتها، هعمل باللون الاسود العينين بالنقاطة، ممكن تعمليها بفرشة تلوين. هعمل نقطتين هتبقى العين. باللون الاحمر بقى بعد كده هعمل البق. انتي هتعملي كأنك بترسمي 7 او حرف في بس تخين شوية، هيديكي بق العروسة بيضحك. كده العروسة خلصت. لو في اي حاجة مش واضحة واي سؤال اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم.